يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديده في القناه تفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك الاشعار بتاعي. زي ما انتوا عارفين ان انا بشارك يومي بكل تفاصيله معاكم. النهارده نبدا اليوم بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده بصوا المطبخ، كنت عايزه اعمل له روتين قوي كده. بحب اعمل الروتين ده يعني كل شهر، كل ما احس ان المطبخ بتاعي اتبهدل. آه، فكان بقالي حوالي دلوقتي شهر ان انا ما عملتش روتين صراحة قوي فيه، وما فكتش البوتاجاز وما نزلتش الشفاط والكلام ده كله. فقلت بقى كده اقوم اشجعكم. يلا قومي كده خدي قطعة من النشاط، ولو وراكي اي حاجة يلا قومي كده تشجع واعمليها. لو عندك شوية مواعين عايزين يتغسلوا يلا قومي اغسليهم، عندك شوية غسيل عايزين يتنشروا يلا قومي كده انشريهم. يلا خدي قطعة من النشاط وشوفي لو وراكي اي حاجة يلا قومي كده بسرعة شوفي وراكي اي حاجة اعمليها. انا اول حاجه قلت قبل ما اعمل الروتين القوي بتاعي افضل الحوض الاول من المواعين. المواعين اللي ما بتخلص عامله زي الارانب كده. شفت الارانب بتفضل تولد، هي المواعين زيها بالظبط، ما بتخلصش عموما. فقلت اخلص الارانب الاول اللي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اخلص المواعين الاول اللي في الحوض وبعدين ابدا الروتين القوي بتاعي كده، عشان ما يبقاش يعني الحوض ما يبقاش فيه مواعين وانا بعمل الروتين وكده، ويبقى نظيف واظبط كل حاجه مكانها. بس فبعد بقى ايه قلت اخلص بس في الاول المواعين. هتكلم بقى معاكم شويه عقبال ما نغسل المواعين دي. عارفين اول ما اتجوزت جديد كنت بحب المطبخ جدا، الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. بحب المطبخ جدا، يعني ما بحبش اسيب فيه طبق وسخ. بتضايق جدا، بحس ان انا اللي يعني اللي فيه حاجه كده مش مظبوطه لما المطبخ بتاعي يكون وسخ او الشقه بتاعتي. فدايما من اول يوم ما اتجوزت اللهم لك الحمد والشكر ما بحبش اسيب حاجه كده، يعني مش نظيفة زي ما انا عايزة. آه، جوزي طبعا دخل عليا. طبعا انتوا عارفين الواحدة لما بتبقى متجوزة جديد بتبقى كل حاجة لسه جديدة. لسه يعني عندك اكياس اريال كتير، عندك داوني، عندك برسيل، عندك مش عارفة ايه. وما عندكيش طبعا بيبقى زي ما انتوا عارفين بيبقوا جايبين اكل كده للعروسة. ما بتعملش اي حاجة، كل الهدوم طبعا متنظمة مكانها مترتبة. عارفين انا بقى قلت طب انا قاعده فاضيه وانا مش متعوده ان انا اقعد فاضيه كده. انا بنت الحمد لله، يعني بحب الترويج وبحب التنظيف جدا. لا فجوزي دخل لقاني ايه ماسكه المطبخ ده بنضف فيه تنظيف اكنه بقاله يعني 20 سنة ما تنضفش، يعني اكن مش الحاجة جديدة. قال لي انت بتعمل ايه؟ قلت له بنضف في المطبخ. قال لي هو في اصلا حاجة تتنضف؟ قلت له انا هو قاعدة فاضية مزاجي بقى كده ان انا ايه انضف في المطبخ. كان عندي مكان ما كنا ساعتها واكلين اكله، نزلت على البوتاجاز ده غسلته اكنه بصوا يعني اكنه ما كانش جاي جديد. فانا فيها الطبع ده ان انا يعني بحب ان انا ايه اقعد اروق كده وانضف إيه، اشجلف في الحاجه ويعني انضفها اكتر اظبطها اكتر. على فكره الطبع ده حلو جدا لما دايما تكوني بتحبي التنظيف وما بتحبيش ان حاجه إيه وسخه. حتى وانت تعبانه ما بتقدريش تستحملي التعب وبتقومي بتحاربي التعب وبتقومي. والله اليوم ده اللهم لك الحمد والشكر، جيت في اخر اليوم انا مش قادره اقف خالص على رجلي، وضربات قلبي بقت سريعة، واللهم لك الحمد والشكر. نمت شوية وقمت الله اما اللهم لك الحمد والشكر صحية كده زي الفل بسجل لكم الفيديو. ربنا بس يديم عليا الصحة كده والستر، اهم حاجة الصحة والستر يا جماعة. ف يا رب يديم علينا يا رب الصحة ويدينا العافية ونقوم نشوف شغل البيت بتاعنا وما نستناش ان حد يعمل لنا. فأهم حاجة الصحة، ندعي لكل الناس بالصحة والستر وقول اللهم امين، لعل وعسى في يوم من الايام تكون الدعوة ليكي. يعني انت بتدعي لحد ان شاء الله في يوم من الايام، يعني مفيش حد بيفضل على حاله دايما. فان شاء الله ربنا يدينا الصحة والستر كلنا يا رب. فيعني ايه، جاي من الصبح دلوقتي انا بسجل لكم الفيديو اول ما صحيت كده من النوم. اتوديت وصليت فقلت بقى ايه اسجل لكم الفيديو وانا كل حماس زي ما كان الصبح. برضو كنت عامله لكم الفيديو ده قبليها بيوم الصبح، اول برضو ما صحيت من النوم شربت كده كوبايه حاجه دافيه وصليت وبدات بقى دخلت كده على المطبخ.
كل الطاقة الإيجابية بقى والحماس كان في المطبخ. أول ما صحيت، أول ما تصحي من النوم كده تشوفي ايه اللي ناقصك في البيت عايز يتعمل. الساعة البدرية على رأي ماما منسية. واكنس بيتك ورش، وما تعرفش مين اللي هيدخل عندك، مين اللي هيجيلك، فيعني لازم تظبطي كده حالك بدري. يعني ما تستنيش لبعد الظهر. بعد الظهر خلاص اليوم بيبقى ضاق وراح منك. ان يوم الشتاء قصير جدا، الظهر جدا مفيش نص ساعة ولا يعني. اللهم انا ما يعني ببقى واقفة كده اقول العصر ده، العصر جدا مفيش ثواني وتلاقي العصر ادا عليكي. فبحاول ان انا اعمل كل حاجة الصبح. يعني لما ببقى عايزة ورايا ترويج، ورايا غسيل عايز يتنشر، ورايا مواعين، ورايا روتين قوي، بحب ابدأ بدري عشان لو هعمل غدا، هعمل عشاء، هعمل اي حاجة، يبقى بدأت حاجتي بدري وخلصتها بدري. لازم جوزي يرجع من الشغل يلاقي بيته في احسن حال ومنظم كده ومرتب، ومفيش حاجة كده مش في مكانها. لازم الراجل بيبقى جاي البيت المكان اللي بيرتاح فيه. فما نخلوش بقى ايه متكركب عشان بننضف، عشان لا نعمل كل يوم حاجة علشان الدنيا ما تتكركبش علينا، عشان مش هنقدر نعمل كله في يوم واحد. هنقدر، يبقى لو هنقدر نبقى ننجز بسرعة. الراجل دايما بيبقى في حتة ان هو عايز بيته نظيف ومنظم، بيتضايق جدا لما يلاقي البيت بتاعه مش مترتب. نحاول بقى ايه نفرح نفسنا كده وندي لنفسنا طاقة ايجابية، حتى لو مش هنجدد. نجيب كده اي حاجة لنفسنا نفرح نفسنا بيها، لو طقم كوبايات في المطبخ، لو طقم سرير كده جديد تفرشيه على السرير، بتدي نفسك طاقة ايجابية. تروحي الكوافير تظبطي كده نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد، تجيبي ازازة برفان جديدة. لازم تدي نفسك كل شوية طاقة ايجابية عشان تقدري على الحياة اليومية بتاعتنا. الغرض من الفيديوهات دي يا جماعة ان احنا بندي بس بعض طاقة ايجابية وراحة نفسية على باقي اليوم، نشوف ورانا ايه وكده. يعني انا بس الغرض ان انا اشجعكم. اتشجلبت بقى في الفيديو ده شجليب واتنططت تنطيط يعني ما اقولكوش. اول حاجة كده طلعت خلعت الشفاط عشان اغسله، ومسحت كده، دعكت كده باللوفة حواليه ومسحته بالفوطة. وبعد كده نزلت بقى يعني باخد من فوق لتحت. بعد كده نزلت خلعت الشباك ده ومسحت كده. يعني مش بحبه يتبهدل جوه علشان ما يتعبنيش، عشان هو خشب ما ينفعش ان انا ادعكه بسلك لو يعني لو اتراكمت عليه دهون كتيره. اقل حاجه بالنسبه لي بتبقى شهر ان انا ايه احوشه. شفتوا طبعا الطبق اتكسر اللي كنت غسلاه معاكم في اول الفيديو. كنت واقفه وانا بحوش الشفاط، طبعا ركنه المطبقيه على البوتاجاز وعليها الطبق الازاز ده، لقيت حاجه كده بتيجي على رجلي واتكسرت. فقلت الحمد لله ان انا ما اتعورتش والطبق هيتعوض وهيتعوض بداله 1000 طبق. بس الحمد لله ان رجلي ما اتعورتش، ان هي رجلي اللي ممشيانه وبتخليني اعمل كل حاجه. فقلت الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد والشكر. دعكت بقى الشفاط بالسلك البلدي، ان السلك اللي هو اللوفه الاسفنج دي يعني ما بتنضفش زي السلك البلدي. فالسلك البلد انتوا شايفين ان كان الشفاط نظيف والله، بس هو ما كانش نظيف، كان عليه كميه دهون، بس كميه اللي هي طبقه خفيفه كده. انا مش عايزاها توصل لطبقه تقيله ان هي تتعب ايديا وفي نفس الوقت تتعبني في التنظيف. لا انا عايزه حاجه كده اول باول سهله في نفس في الوقت، ما تتعبنيش وتنضف معايا في نفس الوقت بسرعه، يعني ما تاخدش مني مجهود. فنحاول ان احنا ما نراكمش الحاجه علينا ونعملها اول باول. بحب دايما ان انا اخش كده المطبخ وهو ريحته معطر وريحته يعني ما بحبوش وهو ريحته صراحه دهون، بتضايق منه جدا. لازم بعد ما اعمل اي اكله كده بشويه اريال ومنظفات وبروح مسح الارضيه والبوتاجاز، واحس ان انا ايه ان مش مكان للاكل ده. لا زيه زي اي جزء في البيت ان هو يكون ريحته معطرات ومنظفات وكده. دايما بحب احافظ عليه دايما كده. خلوكوا زي شايفوا منظر البوتاجاز كان بصوا متبهدل. الصاجه دي بعمل عليها الحواوشي فكانت متبهدل على الاخر. حطيت باجي عليها ميه سخنه وهاتك يا حك فيها، خليتها رجعت جديده. بص هتتفرجوا على البوتاجاز في اخر الفيديو هتشوفوا انا عملت له ايه وخليته زي الفل. والعيون برضو كان بقالي فتره كنت بغسل البوتاجاز كده برضو من على الوش وما كنتش حايشه العيون، فبرضه حشتها كده علشان تدعك. احنا هننضف تنظيف عميقة بقى.
وبرضو بدعكها بالسلك البلدي. السلك البلدي يا جماعه ما تستغنوش عنه خالص في البيت عندكم، ان صراحه انا بستعمله في كل حاجه، بسيط جدا لو استعملت اللي هي اللوفه، لكن اكتر استعمالاتي السلك البلدي حلو جدا. بدعك بيه اعزكم الله الحمام، الاحواض بينضفها ويخليها زي الفل. الاستانلس بتاع البوتاجاز لو عندك مواعين ألمونيا، اطباق ألمونيا، فبينضفها جدا، يعني بيخلي الحاجة كده بتنور، ترجع جديدة ما شاء الله وتبقى زي الفل. فيعني تحاول ان انت ما تستغنيش عن السلك البلدي، تجيبي تومن، تجيبي ربع وتخليه كده عندك، بيبقى حلو جدا في التنظيفات والحاجات دي. انا كنت حاطه مع اللوفه دي، كنت حاطه عليها كده زي حته من السلك البلدي. طبعا انا دعكت ورا البوتاجاز برضو، بس لقيت المنظر مش حلو وانا بدعك، فقصيت الجزء ده اللي هو انا بدعك ورا البوتاجاز بالسلك. حتى الجزء اللي هو الفتحة اللي جنب البوتاجاز دي برضو نزلت فيها ومسحتها، برضو بنزل فيها على طول وامسحها، علشان ما لو في دهون ولا حاجة وقعت مني من على البوتاجاز ما تتراكمش كده وتبقى مبهدلة الارضيه. شايفين البوتاجاز نور ازاي كمان لما ينشف؟ يعني شايفين البوتاجاز الجاز بتاعه لونه مشبر كده، لما ينشف هتلاقوا البوتاجاز ما شاء الله منور. هفك بقى اللي هو الجاز ده، دايما بخليه نظيف علشان لما بقى حاطه كيكه، حاطه اي حاجه في البوتاجاز ما بحبش افتح عليها غير بعد ما تستوي، او اشوفها من بره كده، انور النور واشوفها من بره. بصراحه اللنده اللي هي جوه الفرن اللي جوه البوتاجاز بتاعي اتحرقت، بس مش عارفه اعمل ايه، هي بتتصلح ازاي؟ لو حد عارف اي حد يصلح اللنده اللي جوه الفرن بتاعي يبقى يكتب لي في الكومنتات، انا صراحه محتاجه لها جدا. فبشغل الكشاف بتاع الموبايل لما ببقى حاطه حاجه في الفرن وبشوفها من بره، عشان ما بحبش يعني اكون حاطه كيكه كده ولما تفتح عليها كذا مره بتهبط منك وتبوظ، فما بحبش يعني افتح عليها، فبحب انضف دايما الجزاز بتاعي ما اخليش عليه اي حاجه، علشان لما افتح النور كده من بره ابقى شايفه الحاجه، لكن لما بيبقى عليه دهون ما بتبقيش شايفه الحاجه وكده. ودايما بحافظ على النظافه بتاعته من جوه، علشان حاجة على حاجة ممكن تعمل بكتيريا أعزكم الله، ممكن تعمل ريحة عكس الريحة اللي هي بتاعت الأكل، ويعني والأكل يكرف يعني يعمل ريحة تاني غير اللي موجود. فدايما بنضفه على طول. بس بقى دعكت كده الجزاز ووقفته علشان ينشف، وقلت أدعك البوتاجاز بتاعي كده من بره. بصوا انا اتشجلبت زي ما بقول لكم في الفيديو ده، اتشجلبت شجلبه. الحاجه الوحيده اللي ما غسلتهاش كانت التلاجة، علشان التلاجة كنت غسلها يعني قريب وكانت نظيفه وما فيهاش اي حاجه. بحاول ان انا ما اغسلهاش دايما واحط فيها ميه كتيره، علشان بس ما تبص مني، نحاول نحافظ على الحاجه بتاعتنا، علشان مش كل شويه يعني هنشتري حاجات. كان اللي بيتحرك لي الستاند ده كان الاستاذ يوسف. طبعا شايفين البوتاجاز نور ازاي بقى؟ ما شاء الله ما شاء الله، رجع جديد يعني اكنه لسه جاي دلوقتي من الشركه. بصوا ما شاء الله خليته نور. دايما زي ما قلت لك لما بتحافظ على الحاجه بتفضل جديده زي ما هي بس غسله كده بعد الاكل ولا بعد اي حاجه، وبتلاقي الحاجه بتاعتك نورت ورجعت جديده. يمكن الكاميرا كمان ظلمها، هو منور اكتر من كده، تحسوا احساس ما شاء الله. وانا كنت فرحانه جدا بريحه المطبخ بعد ما خلصت، يعني بتفرح كده، يعني بتتعب شويه بس بتلاقي تعبك في الاخر كده فبتتبسطي. خدت بقى اللي هي الحمالات دي او الاستندات دي، خدتها بقى في الحمام، وبالفرشه اللي هي بتاعه السجاد، وبميه سخنه بقى، وبرسيل جل وصابون ابيض، وهاتك يا حك. بصوا اكنك بتغسل كده في سجاده وشويه صحه، وتلاقي ما شاء الله رجع معاك جودات. بصوا شايفين منورين ازاي؟ انا هشغل كل العيون دلوقتي علشان اوريكم النظافه بتعمل ايه، بتخلي العيون النار بتاعتها اكن لسه جايه، يعني النار بتبقى قويه جدا. وانا العين اللي كانت في النص الكبيره دي ما كانتش بتولع النار دي، هو من ساعه ما اتجوزت ما كانش يعني النار بتاعته كانت واطيه جدا. شوفوا ما شاء الله ولعت وبقت حلوه. دلوقتي ايه بدات ان انا هرجع، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد،
الجزاز طبعا بعد ما غسلته وخليته زي الفل ونشفته طبعا بفوطه مخصصه للجزاز ده، ما تكونش فوطه قطن علشان ما تعملش كده زي فتل او حاجات، يعني تكون حاجة عليها بلاستر، عشان اللي بتبقى فيها قطن بتعمل على الجزاز، اذا كان الجزاز البوتاجاز، اذا كان البوتاجاز نفسه بتسيب زي حاجات كده فتل على البوتاجاز. دخلت بقى طبعا خلصت كده البوتاجاز والجزء دوكهو، فدخلت بقى على الرخامة والهيصة اللي عليها. فدي يوميا اصلا بتتعمل، فبرضه قلت هعملها مع المطبخ عشان المطبخ اطلع منه هو نظيف، عشان هنلمع برضه الخشب بتاع المطبخ. كان بقالي برضو فترة ما لمعتوش، كنت بنضف على طول بس الحواض والرخامة واطلع، عشان ما اكدبش عليكم يبقى في مصداقية. ف قلت بقى ايه، المطبخ بقاله فترة عايز يتلمع، فقلت بقى نلمع كده ونتشجع مع بعض. مش عارفة صراحة، بصوا يعني كل الحاجات اللي على الرخامة دي بستخدمها، ومش عارفة اوديها فين، وكل ما باجي اعمل مثلا معجنات ولا حاجة فبحوش وبضطر بحوش كله ده. قولولي افكار ان انا يعني اشيل الحاجات ده اوديها فين، وكل الحاجات دي بستخدمها، اشيلها اوديها فين؟ والمطبخ بتاعي من تحت ومن فوق مفهوش مكان يتحط فيه اي حاجة من اللي على الرخامة دي، يعني مفهوش منفذ. فقولولي افكار، يعني مثلا لو هجيب منظمات ولا اجيب حاجات، مش عارفة اجيب منظمات ايه. طيب ما هم في منظمات، اجيب منظمات ايه ولا احوشهم كده من على الرخامة؟ يعني الرخامة بصراحة مليانة، بس كل الحاجات اللي عليها بستخدمها، يعني اذا كانت السكاكين فبستخدمها، اذا كانت الطقم اللي هو التوابل ده بستخدمه. اللهم صل على سيدنا محمد، حاطه طبق الفاكهه، حاطه اللي هي الجلل اللي بشرب فيها دي، بحبها جدا جدا على فكره يا جماعه، صحيه، يعني بتخلي الميه اكنها محطوطه في فلتر. ف صحية جدا في الشتاء، وعلى الأقل مية يعني ساقعة كده من عند ربنا، مش حاطينها في التلاجة ولا أي حاجة. الناس اللي متعودة يعني إن هي بتحب تشرب مية ساقعة وكده زيي، أنا مبحبش أشرب المية يعني نازلة من الحنفية على طول، بحب إن أنا أشربها من الجلل دي. كل ما أشربها هي قد فرد واحد، أشربها وأرجع أملاها تاني بقى، عقبال ما أرجع أشرب تاني بتكون سقعت بقى، وأكنها طالعة من التلاجة على الأقل بقى، يعني متفنطرة طبيعي. فبس بعد بقى ما ظبطت كده الرخامه ورجعت كل حاجه مكانها، كان الميكروويف كنت منضفاه، مش بعمل فيه حاجه، فهو كان نظيف، مسحته كده مسح على طول من بره، عشان انا ما يعني مش بستخدمه، مش بعمل فيه اي حاجه من جوه. لما ببقى مستعملاه وكده فبغسله، فما كنتش عامله فيه حاجه. لما بيبقى الاكل سخن على طول وبناكله فما بسخنش فيه. وبحسه في ناس كتير بتقول ان هو مش صحي وكده، بس مش عارفة هو صحي ولا مش صحي ولا ايه. فيعني احنا لما بيبقى عندي حاجة بسخنها، بس هو كان نضيف يعني. بس بقى نضفت كل الجزء اللي الناحية اللي هناك، هدخل بقى على اللي هي المطبقية اللي فوق الحوض دي، برضو ألمع كل حاجة، مش هسيب اي حاجة في المطبخ غير لما ألمعها واظبطها واخليها ايه كده زي الفل. يعني طبعا لما محافظة، يعني بصوا ده المطبخ بتاعي انا دلوقتي، اللهم لك الحمد والشكر، بقالي 3 سنين متجوزة، والمطبخ بتاعي كل اللي يشوفه اكنه لسه بصوا معمول من اسبوع، ان انا ايدي فيه دايما ومحافظة عليه على طول. فلما ايدي فيه دايما ومحافظة عليه على طول، يعني تحس ان هو لسه جاي. ف ممكن في ناس يبقى معمولة ديله سنة وتلاقيه متبهدل منه اكنهم بقاله 20 سنة، فاللهم لك الحمد والشكر يعني. انا ايدي بحب ايدي دايما في الحاجة زي ما قلتلكوا طبعا. عملنا كله ده لازم نطلع اللي تحته الحوض بقى، علشان ساعات مية بتنزل كده من على الحوض نفسه، وتروح داخلة من تحت الخشب اللي محطوط ده تحت الحوض. فانا حاطة جراد المية علشان لو المية قطعت يبقى عندي جراد المية، فحاطة جراد الكتير. فطلعت كل الجرادل دي، وبدأت ان انا ايه امسح مكانها كده بالفوطة. كسلت صراحة ان انا اطلع اجيب الخشة من بره، علشان الجرادل طبعا كلها اللي طلعتها من تحت الحوض. من تحت الحوض اللهم لك الحمد والشكر يا رب. كانت سد الطريق.
طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. آه، وفي جرادل مش حاطه فيها ميه كده بقى. كنت خلصت بقى خلاص، ما كانش فيه غير التلاجة بس، قلت كده ادعكها من بره علشان لو في بصمات في حاجه مكان ما بنمسك التلاجة، ان يوسف عاملها اكنها باب. بصوا اكنه باب، كل شويه لولا اسمع صوت ان هي بتزمر، ان هو بصوا يعني جافلها واكنها مش مكفوله. ف يا رب ما يبوظها لي، خايفه عليها جدا ان دلوقتي بجد يعني بسأل عليها بلاقيها غاليه. يا رب ما تبوظ. شايفين بقى الارض بقى مكان ما روقت ونضفت متبهدله بقى، ويوسف كنت كل شويه بقطع له بطيخ وكده فبهدلها لي. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة في المطبخ بعد بقى ما خلص. ياه على الراحة النفسية اللي موجودة دلوقتي. الشفاط بقى ما شاء الله، والسخان والبوتاجاز بصوا بقى رجع جديد، وبصوا بقى زي الفل ما شاء الله ما شاء الله. والرخامة والمطبخ طبعا لما لمعته. بصوا الطاقة الإيجابية والراحة النفسية دلوقتي بعد ما خلص. الحمد لله، لك الحمد والشكر على كل حاجة.